يا مساء الفل عليكم يا احسن ناس في الدنيا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين على خير، لا فاقدين ولا مفقودين. النهارده يوم جميل جدا. شفت كنت بصور لكم الحمام، كنت باكله. ده على السطح على فكرة، يعني كل يوم الصبح بنحط له اكل، رز وميه، وبالليل بنحط له رز وميه عشان ايه؟ يتعشى. حمام ويمام وعصافير وكده. المهم، يلا بقى حطوا لايك واشتركوا في القناة وتعالوا معانا كده نشوف ماموسة عاملة ايه في غرفتها. طبعا كل الالعاب دي بتاعتها هي، ما بتصدق ان احنا اننا نشغل عنها شوية، بس ما برضاش ازعلها. طبعا انتوا عارفين هي وحيدة، فبسيبها براحتها وبنضف وقت ما تخلص بقى. كل الحاجات دي هنلمها. الورق اللي تحت شلتة الكرسي دي ده بتاع مطعم، علشان بحتاج الارقام بتاعته ما بنكون بنطلب اكل، وننضف مع بعض. المهم، في حاجات انا اشتريتها من على النت، ونصيحة: ما تشتروش اي حاجة من على النت، لان النت ده حسبي الله ونعم الوكيل فيهم بجد. بيتكلموا معاكوا بكل احترام ومفيش بعد كده، وفي الاخر تيجوا تقولهم ان الحاجات اللي انتوا اشتريتوهم منهم، تلاقوا ناس اتحولت سوري في الكلمة شلق تربية شوارع. حسب الله ونعم الوكيل بصراحة. يعني حتى اللي اسمه أمير كرارة ده كان عمل إعلان على برفان وأبو رماس، جابه غالي جدا جدا، وكان هابل الدنيا في الإعلان على الانستجرام، وطلبناه وجالنا غالي جدا، يعني غالي غالي. تمام. ولما جه هنا، حتى هقول لكم ايه، هي بوكسات صغيره كده في علبه كبيره. يعني البوكس منهم قد الصابع كده، في علبه كبيره، فيها حوالي عن 8 أو 7. ما فيهمش اي ريحه، تحس ان هم فوزلين. حتى الفازلين ده ولا اسمه له ريحه عنهم. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يغش اي حد. ناس ما عادش عندها ضمير ولا مبدأ، وتيجوا تكلموهم بعد كده يقول له ادبهم. يعني لما اتصلنا عليهم عشان نعرفهم ان المنتج بتاعهم مش حلو، يعني اسلوب غير ما كنا بنتكلم معاهم اول مره. برضو جاب لي ساعه من على الانستجرام، ساعه جميله بجد، تحفه من الجمال. لونها ذهبي، ومفيش، يا دوبك انا خرجت بيها مشوار انا وهو ومسا. المشوار ده ما كملناش فيه بالظبط ساعة، يعني ساعة بالمروح والمجي. والله العظيم هي لونها ذهبي، والله العظيم على ما جت كانت الساعة دي من جوه اسود، داير الاستيك بتاعها والقلب بتاع الساعة، اللون الذهبي ده راح خالص وبقى لونها اسود. انا هعمل لكم عليها فيديوهات عشان تصدقوا، فيديو علشان تصدقوا كلامي. وبرضه هوريكم البرفان. طبعا البرفان معرفش الناس هتصدقني ولا لا، بس وحياة ربنا ملوه اي ريحة خالص. حتى لو صابون حمام كان ريحته هتبقى احلى من كده. حتى الصابون السائل ريحته احلى منه، ده ملوش ريحة نهائي. كده كنت نظفت الحتة والانتريه وكده. احنا ما بنقعدش عليه كتير. انا بحب القعده الارض عامه، بس ماموسه قايمه بالواجب. يعني كل الالعاب اللي انت شفتها دي بتاعتها، وهنا كنت لميت الالعاب واستنيت لما راحت في النوم. الكلام ده كان يعني انا صورت الفيديو ده الاول، اللي هو تنظيف غرفه ماموسه، وبعدين رحت صورت بره لما النهار طلع العصافير. كانت الساعه 5 الصبح، لكن هنا كنا في اذان الفجر بالظبط. فاستنيت لما هي نامت بقى، لان باباها كان في البحر. استنيت لما هي نامت ونزلت، رحت رميت الالعاب بتاعتها دي. هنا كنت خلاص خلصت بس ما ببخرش وهي نايمه. بوريكم الفانوس بتاعها بتاع رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وشلت بقى المكنسه وخلت الدنيا زي الفل. ببخر بره قدام باب الشقه بس، وبفتح الباب بتاع الشقه يبقى الصاله بس هي اللي ريحتها حلوه. هنا طبعا ده تفاح، وانا بحب البلح ده، او هنا اسمه برح، جميل جدا، عامل زي الشوكولاته. آه، انا مش عارفه الفيديو هنا ما كانش ظابط خالص وانا بغسل، مش عارفه ليه مش عارفه الفيديو هنا معلق على كده. في حاجه كانت حصلت في الكاميرا، او والله ما عارفه، او التليفون لف لوحده.
بس فترة جامدة بصراحة، يعني مش عارفة ايه اللي حصل. يلا معلش. المهم مش مشكلة الفقرة دي، لان هو كان 3 فقرات. بس في حاجة حصلت، التليفون اكيد رن او لف من على الاستند، لان الاستند بتاعي ملخلخ حبتين 3. بس هنا كنت بغسل كام طبق في الحوض كده علشان يجي ابو رماس بقى يرجع بالسلامة. خلاص بنقوم ايه، ما يبقاش ورانا حاجة، ما اقعدش خربط وهم نايمين. حلو كده. بدأت المواعين تبان، بس والله زعلت. لا بعد كده هنتبه ان شاء الله من التصوير، لان الفقرة دي زعلتني. يلا مش مشكلة، حصل خير، كرا في غيرها. المهم، فنصيحة يعني اللي خلاني اقول لكم النهارده الكلام ده، نصيحة: محدش يشتري حاجة من على النت تماما، لان الناس ما عادش عندها ضمير. وحتى لما نزلت مصر ورحت عشان اشتري بطاطين، يعني مش اشتري، اشوف في المعارض وكده واصور فيها فيديو وكده، استقبال مفيش بعد كده استقبال. و... وعاملين يعني ما اقولكوش، بتروحوا تشوفوا احلى كلام، ولما تيجوا عند الشراء بقى ومثلا تقولوا لا السعر غالي شويه ولا كده، بيتحولوا وتحسوا ان هم هياكلوكوا. هما بيسحبوكوا الاول لحد ما تدخلوا المعرض او المحل. يعني حاجه استغفر الله العظيم يا رب. المهم، كل واحد وضميره. وانتوا ايه، خلي بالكم ما فيش اي حاجه تغشكوا وتجيبوها من على النت. اشتروا حاجتكم قدامكم. إيه، ما تشتريش مفرش ولا بطانية غير لما تفتحيه وتشوفيه. المعرض اللي انا كنت فيه كان فيه مية مفتوحة ووقعت على الارض، وكان طبعا البطاطين والمفارش محطوطة على الارض. انا معرفش، ما شفتش اتبلت ولا لا، بس اكيد يعني مية على الارض وفي بطاطين ومفارش فوق بعضها، اكيد 1000000% البطاطين اللي على الارض والمفارش دي وصل لها برضو ميه. فكده يحطوهم في الشمس ويشوفوهم، والناس قالوا لهم يفتحوهم، مرضوش، قال لها لا ما بتتفتحش ومش عارف ايه. ماشي. فانتوا انتبهوا من الحاجات دي، انتبهوا انتوا بتشتروا. خلي بالكوا. انا رحت اجيب لمامتي مع مرات اخويا، رحنا نجيب كوبايات اللي هي المجات دي بتاعت الشاي، في العلبة ما بتتفتحش. وبعد ما رحنا البيت، وكانت يعني مش ما هياش مثلا ب30 جنيه، ده كانت مش عارفة ب100 باين، الستة. رحنا بعد ما روحنا البيت رحنا نفتحهم، لقيناهم مفيش الا 2 بس اللي سلام، والباقي ايه، مش متكسرين خالص، لا يعني فيها شرح من جنب، ايدها مش عارفة معمولة فيها ايه، عيب تصنيع. فانتبهوا، الحاجة اللي تروحوا تشتروها ما يفتحهاش ليكوا البياع، ما تجيبوهاش. ماشي يا حلوين، ولا يهمكم في الفيديو دون. المهم انا كنت بغسل المواعين وغسلت الحوض وخلصت، وامسح الميكرويف كده مسحه بسيطه. بس انا زعلت بجد ان ان الفيديو بقيته مش واضح، بس يلا مش مشكله. ما عدتش عارفه لما الفيديو باظ كده، ما عدتش عارفه اقول ايه. بس يلا ما فيش مشكله، عادي عادي. قناتي وانا حره فيها. حطوا لايك يا اختي انتي وهي عشان اعدكم. الرأي ماموسة، ربنا يخليكم لي، يخليني ليكم. اما الناس اللي بتدخل عندي مش راضيه تكتب تعليق، ما تحرمش منها برضو. كفايه ان هم مشرفيني ومنوريني في القناه، بس كنت عايزه اعرف هم جنسيتهم ايه، بس مش اكتر. اما الناس اللي بتكتب التعليقات الحلوه والوحشه برضو مشرفيني ومنوريني، والحياه زي الفل بوجودكم، والحياه والناس الشرانيه دي برضو الحياه زي الفل من غير وجودكم. ربنا يهديكم جميعا ويهدي الجميع يا رب. محدش يجيله اي شيء وحش، لا في عياله ولا في ماله. واللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له. انا كان الميكرويف فيه شوية ردة كده مسحته من بره مسحة بسيطة، لان انا ما كنتش يعني بنظف قوي يعني، لا حاجات بسيطة كده على السريع. علشان ايه؟ بس مش عشان حاجة، عشان مش لاقي حاجة اعملها وطول ما برمسه في البحر، واحنا عندنا انا وماموسة زي الغلابة. ربنا ما يحرمنا منه يا رب، ويبارك لنا في عمره وفي عمر ماموسة، ويبارك لكم في عمر حبايبي. وصل معنا لحد هنا، يصلي على النبي ووحد الله، ويحط اللايك بتاعه الجميل، ويستنى الفيديوهات اللي جايه. الله اعلم هتبقى فين وهتتصور فين، بس اكيد هتبقى بره البيت علشان
الفترة اللي جاية في شراء وبيع اختي شراء بس مفيش بيع، في شراء حاجات بقى مدرسة، حاجات لماموسة وتجهيزات للمدارس. كل سنة وانتم طيبين، وحطوا اللايك واشتركوا في القناة. باي باي.